صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده معانا فيديو جديد، فيديو بصوا، طحن 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 فوق الطحن بالزياده. جولة كده. يعني بصراحة ما انتوا هتتصدموا من المنظر اللي هتشوفوه. بس لو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش بالاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ده وحلو من قلبكم لاختكم سومة. فاول حاجه كده انا ابتديت الاول، قبل ما نبدا الفيديو طبعا نحب نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فطبعا انا اول حاجه كده بدات بيها ان انا عملت فطار الاول عشان اقدر، عشان انا كنت قايمه متدروخه شويه وباخد علاج ليا من انا مريض الضغط. فطبعا خدت علاجي، فطرت وخدت علاجي الاول، اسفه. وبعد كده اتوضيت وصليت الصبح. الكلام ده كله كان الساعة 8 بعد ما وديت محمد راح المدرسة ورحيم وديته الحضانة. فقلت بقى ايه، هاخد لكم جولة كده في السريع على المنظر المطبخ. بصراحة بجد يعني ما حدش يتريق عليا والله يا جماعة، انا عيالي بيتعبوني جدا جدا جدا. إيه هما يعني وقت بعد مثلا بعد الغدا بتاعنا ده، يعني انا ببقى متدغدغه، يعني انا ما بقعدش اصلا طول ما عيالي بيبقوا هنا. والله العظيم انا ما بقعد 5 دقايق على بعض. المهم، طبعا انا بدأت كده بالمواعين اهوت. غسلت طبعا الكوبايات والازايز المية الاول. وبعد كده دخلت على الاطباق والحلل والمعالق والدنيا دي زي ما انتوا شايفين. فنحب نسمي الله كده ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. دايما كده نخلي ذكر الله على لساننا على طول حبايب قلبي. دخلت بقى على الايه، على المطبخ من جوه كده. في كام درجين الاتنين دولت كانوا اكتر درجين متنحكشين جدا جدا جدا. منهم دولت الايد بتبقى فيهم على طول. طلعت كده الصفاية بتاعت المعالق، غسلتها ومسحت الدرج ونضفته. وابتديت بقى ان انا اشيل الحلل ديت ارصها وكده. وانا قلت بقى فرصة النهاردة وعيالي بقى مش هنا بصراحة، وانا كنت مكسلة على المطبخ ده بصراحة بقالي كام يوم. كان نفسي اعمله من كام يوم يعني، وكنت مكسلة عليه. دخلت بقى فضيت بقى الرخامة وحطيت عليها شوية صابون سائل. وغسلت السيراميك برضو كده من شوية زيوت كانت عليها يعني وطماطم وحاجات كانت على السيراميك من عيالي والله، الله يبارك لهم، يعني ربنا يصلح حالهم وحال أولادكم جميعا يا رب. وغسلتها ونشفتها كده ومسحتها وجبت بقى طقم التوابل ده، قلت اغسله بقى وانضفه برضه عشان يبقى شكله ايه، بيلمع كده وشكله حلو. وغسلت برضو الكوباية الستانلس اللي احنا بنشرب فيها والفص الوردة طبعا القمر اللي انا مقدرش استغنى عنها دي. ونزلت برضو طقم التوابل ده، ايه ده على طول بتبقى عليه. فكان برضو من شكله مش كويس. فغسلته هو على فكرة وعلى قد دلوقتي، يعني محدش يتريق عليا لحد ما ربنا يسهل الحال ويسهل الامور معانا ومعاكم ان شاء الله. هبدأ ايه، هجيب لي ايه واحد يكون شكله احلى ومن اللي طلع دلوقتي ايه جديد ده، مش عارفة اسمه اكريليك ولا اسمه ايه، المهم يعني انا بتلخبط في الاسامي جدا يا جماعة والله. الدرج ده بقى زي ما انتم شايفين كان متنحكش، كل حاجة كانت على بعضها. انا رصيته كده، رصيته حلو. والباسكت بتاع الكمامة ده خدته كده في الحمام، غسلته، حطيت فيه شوية بريل وغسلته ونضفته ونشفته. وحطيت فيه كيسة حلوة كده. دلوقتي بقى نجيب الخلطة بتاعتنا القمر. جبت بقى الجردل، بصوا المطبخ شكله عامل ازاي من فوق. المهم، جبت بقى الجردل وحطيت في الخلطة وظبطت كده وغسلته بالفرشة والمطبخ الخشب ده برضو قلت كده بالسلكة وبالبريل وادي ادي 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 عشان الجليطة دي كلها تروح. فطبعا انا تعبت جدا والله يا جدعان بجد والله العظيم. يعني انتوا بجد لو وصلتوا لحد هنا والله العظيم المفروض ما تستخسروش فيا اللايك ولا الاشتراك ولا الكومنتات الحلوه بتاعتكم القمر اللي بتديني طاقه واللي تفرحني. محدش يستكتر عليا فرحتي بجد يعني. انا بستنى اليوم ده والله العظيم ان انا افرح فيه، والكلام ده من قلبي حقيقي والله العظيم بجد. فطبعا كومنتاتكم بتفرحني واللي بيتابعني برضو والله العظيم، وكل الناس اللي متابعاني ديت والله
كلكم فوق فوق دماغي بجد، وبشكركم جدا ان انتم متابعيني وبتحبوا تتفرجوا عليا وفيديوهاتي والمحتوى بتاعي بيعجبكم. انا والله العظيم ما طالعه ارقص ولا طالعه بعمل اي حاجه وحشه يا جماعه، انا طالعه بقدم محتوى محترم، محترم جدا جدا، زي ما في ناس كتيرة برضو محترمة وبتطلع تعمل محتوى روتيني يومي اللي انا بعمله. جولة كده على طول، يعني اسراري بقولها لكم انتم، انا مش مصاحبة حد ولا ليا حد والله العظيم. فطبعا انا نفسي والله بجد نفسي كده تسيبوا لي كومنتات كده وتقولي اتكلمي معانا، نفسي اتكلم معاكم، انا ماليش حد ان انا اتكلم معاه ولا اي حاجة. فانا عملت القناة ديت حقيقي والله العظيم بصعوبة عشان اتكلم معاكم واحس كده ان انتوا قريبين مني، ولو عرفتوني اكتر اكتر والله العظيم هتحبوني لدرجة انتوا يعني، انا والله العظيم ما بشكر في نفسي ولا اي حاجة، لدرجة هتقول احنا عايزين نشوفك في الحقيقة. فطبعا والله العظيم انا مش بتكلم كده عن نفسي او بقول انا، استغفر الله من كلمة انا يعني. انا ولا حاجة طبعا في الدنيا والله العظيم، انا بني ادمة زيكم، ومش يعني انا مش طالعه، يعني كل اللي انا طالباه منكم بس تفرحوني، يعني كل اللي انا عايزاه انا عايزه افرح بجد، انا عايزه افرح. هنا بقى شطفت المطبخ واتفضلوا بقى والبوتاجاز معانا حبايب والدنيا، قلبي كده، وحضرت واشوفكم ان كمان شاء الله الغدا في فيديو اهوت. جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت الحلو ده، وحلو من قلبكم لاختكم سومة. اشوفكم بقى الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعاية الله، باي باي.